اقول قول. بطينه يا ريال، بنصير الكبره ماشي وقت. انت لا جالسين تحوم بهالكراتين الصح وتولفهن، شو تبغى بتخبرك شو تبغى الصح هذا؟ رمضان كريم، لازم نوزع. جزاك الله خير جزاك الله خير. جي خلص يلا جه. عباس تعال اقول لك، امسك الكرتون. هذا الكرتون حق رمضان، زين؟ حق منو؟ حق رمضان. ايوه خله عندك. يلا احنا ساير وياه وصلوا حمد. يلا غاشي. ولا عباس ولا. عمو فلوح ولا مرحبا. فين عمو فلوح؟ هو مش موجود، راح سوق. عرفه ان رمضان جا وبيسلم عليه. انت رمضان؟ انا رمضان، عرفنا رمضان. صبر شويه، هو تتسامع مشان انت. اي منين رباب مشان انت؟ خلاص اشكر له عمو فلوح كتير. اقول ابو فلوح قول. يلا في مال الله بتاعت الله. وين في الله؟ شو تبغى؟ ما شاء الاذان، تعال بتفطر عندي، تعال. اذان المغرب بعد شويه. زين بتفطر عندي اقول لك. بصير افطر عند العيال، عندهم صلوح ترياني. برايك بنتلاقى في المسجد ان شاء الله صلاه التراويح. زين بابا يجي رمضان صديق مال انت، انا اعطيته تمر. منو؟ رمضان صديقي؟ ايه انت قول هذا مش رمضان. الله يهديك يا عباس، منو رمضان؟ اقول خل داخل. منو هذا رمضان اللي اعطيته؟ منو؟ وين منو؟ رمضان يارك حليل اعطاه الشح. عباس انا ما الومك، انت طالع على اربابك، كيف تطلع انت خيار منه؟ لكن اقول قول. مقيوله يا رمضان دوك يرابك. شفت الموقف، بس قبل بقول لكم ان المثل او الوصف ما قالوا الاوليين عبث. الامثال هذه مدرسه جاءت في مواقف معينه وخلفها او تناقلتها الاجيال جيل بعد جيل. هي مدرسه من المدارس، وهي التاريخ الشفاهي في الموقف يختصر لك المثل هذا الموقف في ساعه، في اقل من ساعه. شفنا سوء الفهم في حوار الشواب ابو صلوح ابو هلوح والبيدار والعامل. هذا مسوي اليراب لرمضان، بيمر عليهم وقت الشتاء، رمضان بالشتاء ومحتاجين ياكلون تمر. العامل ما فهم ان هاي لشخص ياهم يسمونه رمضان. يوم يسلم عليه ينشد عن راعي البيت عن الشيبه، قال له والله ما موجود. يا غيره مخلل لك حايه، وما مخلل له حايه، هو مخلل لنا ذخيره حق رمضان. اساء الفهم، ما فهم. قال المتوصف يا رمضان دوك يرعبك. ومن يوم صارت مثل لكل من يسيء الفهم في شيء يطلب منه وما يفهم محتواه.